من البند السابع، فأساسا كان البند السابع موجود، لا يحتاج مجلس الأمن إلى بند سابع جديد في دولة يطبق عليها مرتين البند السابع وهو أساسا ما انرفع. وهي كانت فصل قبول حافظ الأسد بالأساس بوجود قوات يونيفيل تفصل ما بينها وما بين إسرائيل، هي كانت تثبيت حدود وتنازل ينفذ مخططات المطلوبة منه. طيب لو قام أحمد الشرع الآن ومباشرة أعلن أمام الشعب السوري بدنا نقسم سوريا، شرق الفرات بده يكون فيدرالية، كونفدرالية، حكم ذاتي، يسموه اللي بدكم إياه، وجنوب سوريا كذلك، والساحل السوري أيضا، لأنه في اتفاقية بالنسبة للساحل السوري ستدخل حيز التنفيذ في المرحلة القادمة، وهذا أكيد. الأمن القومي الإسرائيلي، ما هذا هو تطبيع، هيحتاج توقيع تطبيع وكذا مع مساء الخير لكل الأخوة اللي دخلوا معنا مؤخرا. راح نبلش باللغة العربية وراح نتحدث فيها عن الاتفاق اللي حصل في السويداء، وشو يعني قوات اليونيفيل أنه تحمي محافظة السويداء وهي تصير خرط فاصل ما بينها وما بين قوات الجولاني. وهذا سابقة خطيرة لا أعتقد أنه في حدا فسرها، لأني تفرجت كتير على القنوات الفضائية والمحللين السياسيين لحتى أشوف في حدا رح يتناول هذا الموضوع. شو يعني اتفاقية عام 1974؟ شو دلالات هذا الموضوع؟ وشفنا اليوم القناة التلفزيونية السورية كانت تنشر كلام مغاير للحقيقة بتاتا وتبعد أنظار السوريين عن الاتفاق اللي حصل في باريس البارحة. برجع بعيده وأنا قلته قبل ما بيروحوا على باريس، يجب انسحاب كل المسلحين من درعا ومن السويداء. واليوم شفنا الفيديوهات اللي طلعت من السويداء في قرى كتير انسحب منها الأمن العار المولى عام وسلمها للفصائل الدرزية اللي موجودة في السويداء. طلعت القناة الأخبارية السورية وكذبت كل الأخبار، لكن الفيديوهات فضحت الأمن العار والقناة التلفزيونية اللي تحولت إلى أبشع من قناة الدنيا اللي كانت لبشار الأسد بالتكذيب والتزييف الحقائق اللي حصلت. أحمد الشرع وقع، هو شغلته فقط يوقع مثل ما قلت لكم، قبل أي اجتماع أو أي شيء بيحطوا بيده قلم بيوقع وبعدين الاجتماعات كلها. شو يعني إنه قوات اليونيفيل تصير تفصل ما بين السويداء وقوات الجولاني؟ يعني خط الدفاع اللي كان موجود تقدم إلى الأمام وأصبح يشمل درعا والقنيطرة والسويداء. طيب أخ سألني أنه هذا طلع من مجلس الأمن في عام 1974 أنه تكون قوات اليونيفيل هي الفاصلة ما بين القوات الإسرائيلية والسورية لمنع أي اشتباك يحصل ما بيناتهم. فكيف من دون قرار دولي اليونيفيل يستطيع أن يحجز في السويداء؟ لأنه الموقع تغير، القرارات الدولية ما بتأخذ بعين الاعتبار الجغرافيا. فهو نفسه القرار بتبع 74 اللي يفصل ما بين القوات الإسرائيلية والقوات السورية. القوات الإسرائيلية تقدمت إلى الأمام وسوريا تراجعت إلى الخلف، يجي اليونيفيل يفصل. طيب السؤال الذي يطرح نفسه الآن بعد 10 سنوات أو 15 سنة، الناس رح تنسى هذا الموضوع كلياته ورح يصير الحدود الرسمية هي اللي وضعتها اليونيفيل حاليا اللي موجودة، فلا يحتاج إلى قرار دولي. نفس الفطاح للسياسيين اللي كانوا يخرجوا ويتحدثون، وسمعت كثير منهم على القنوات التلفزيونية وعلى المنابر أيضا، بيقول لك أمريكا دخلت العراق
في عام 2003 من دون أن ترجع إلى مجلس الأمن وتضع العراق تحت البند السابع أو الفصل السابع. طيب، ما العراق هو بالأساس كان تحت الفصل السابع، ليش تعود لمجلس الأمن وتبني تحالف دولي جديد؟ وأساسا إلى العام 2007-2008 ما رفع العراق من البند السابع، فأساسا كان البند السابع موجود، لا يحتاج مجلس الأمن إلى بند سابع جديد في دولة يطبق عليها مرتين البند السابع وهو أساسا ما انرفع. بس هذا جواب للسياسيين اللي الأغبياء اللي بيطلعوا بيقولوا لك أمريكا حسب مصالحها تصرفت من حالها وما عملت اجتماع وما حطت العراق تحت البند السابع ولحتى تروح تزيل صدام حسين لأنه يشكل خطر على الأمن العالمي. شو ما كانت الزراير، والله عنده كيماوي، عنده نووي، عنده ما كذا وكذا، لازم يرجعوا لمجلس الأمن ويعملوا اجتماع. طيب هو أساسا بالبند السابع. طيب احنا شفنا ليبيا تدخل التحالف الدولي ووضعها تحت البند السابع، لأنه ليبيا بالأساس معاهدة مع معمر القذافي ما كانت تحت البند السابع. كوسوفو قبل أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وضعت كوسوفو وصربيا تحت البند السابع، ومن ثم تدخلت لأنه ما كانت تحت البند السابع بالأساس. فاتفاقية عام 1974 سارية إلى الآن اللي حصلت من الأمم المتحدة وقتها، وهي كانت فصل قبول حافظ الأسد بالأساس بوجود قوات يونيفيل تفصل ما بينها وما بين إسرائيل، هي كانت تثبيت حدود وتنازل كبير جدا. لكن الأبشع أنه الآن أحمد الشرع تنازل عن أراضي الجنوب السوري كلياته بتقدم قوات اليونيفيل إلى الحدود الإدارية لمحافظة درعا والسويداء، لأنه هاي بالمستقبل كلياتها راح تصير أراضي إسرائيلية، وهاي راح تصير الحدود الرسمية في المستقبل. طبعا غصب عنه أحمد الشرع وافق على إنشاء الممر ما بين إسرائيل والسويداء. اليوم شفنا في الصحافة الإسرائيلية بشكل واضح وصريح تتحدث يهود حرانوت وكل القنوات الإسرائيلية تتحدث أنه هذا معبر اقتصادي إنساني ما بين إسرائيل والسويداء. طيب هل يوجد حدود إدارية ما بين محافظة السويداء وإسرائيل؟ ما في. إذن سيمر المعبر عبر الأراضي الإدارية لمحافظة درعا، وهي نقطة هامة للغاية. إذن الكلام اللي تحدثنا عنه قبل فترة أنه يجب عليه إخلاء محافظة درعا وتكون خالية من السلاح بشكل كامل يثبت هذا الكلام، خصوصا الصحافة الإسرائيلية اليوم تحدثت عن هذا الموضوع بشكل واضح وصريح. يبدو أنه أحمد الشرع بدأ يسرع بالاتفاقيات اللي أتت به بالحكم، وأنا تحدثت مرارا وتكرارا بأنه هذا الرجل اختاروه لحتى ينفذ مخططات المطلوبة منه. طيب لو قام أحمد الشرع الآن ومباشرة أعلن أمام الشعب السوري بدنا نقسم سوريا، شرق الفرات بده يكون فيدرالية، كونفدرالية، حكم ذاتي، اللي سموه اللي بدكم إياه، وجنوب سوريا كذلك، والساحل السوري أيضا، لأنه في اتفاقية بالنسبة للساحل السوري ستدخل حيز التنفيذ في المرحلة القادمة، وهذا أكيد. وبدأ تدويل الآن قضايا الساحل السوري والمجازر اللي قام بها لأمن العار، وأصبحت تداول دوليا الآن. فهذا الملف ممكن ينفتح في أي وقت ويبدأ العمل على إقليم الساحل، ولو أنه ما في شيء مبين، لكن قريبا راح يبين بشكل واضح العمل على هذا الموضوع. طيب لو خرج أحمد الشرع وأعلن للشعب السوري أنه يا جماعة إحنا بدنا نقسم سوريا إلى لا مركزيات سياسية وإدارية، والجنوب خلاص صار إسرائيلي ما في مجال، والساحل بده يصير روسي، لا شو بده يكون موقفه أمام الشعب السوري والشعوب العربية أيضا المتعاطفة مع فلسطين والكارهة لإسرائيل وكلها؟ شو بده يكون موقفه؟ بده يكون موقفه لا يحسد عليه.
فلذلك هو يعمل على عامل الوقت. المخطط اللي بيقوم فيه وجاي مشانه بيعمل عليه بوقت ونفس طويل لحتى يمتص أي غضب شعبي. طبعا وإذا طلع وتحدث مباشرة عن التقسيم والأمور هاي كلياتها رح يظهر أمام الشعب السوري والشعوب العربية يا أما جاهل سياسيا ولا يستحق هذا المنصب، أو يطلع خاين، وممكن يؤدي إلى كوارث أيضا، يعني أنه ينتفض الشعب ضده كذا، ما بيكمل المخطط تبعه وقتها اللي جاي هو مشان ينفذه صراحة. ومثل ما قلت لكم هو ترى قبل أن يأتي إلى الحكم مكان بشار الأسد كان موقع على كل شيء، على الساحل، على جنوب سوريا، على شرق الفرات، على غرب سوريا، على كله. طيب شو معنى أنه وزير خارجية يلتقي بوزير الأمن القومي الإسرائيلي؟ ما هذا هو تطبيع، ما يحتاج توقيع تطبيع وكذا. ما عملها ولا تجرأ عليها لا حافظ الأسد ولا بشار الأسد إلا عن طريق وسطاء. وهذا ما بيدركه السوريين حقيقة، والمطبلين لأحمد الشرع، المطبلين وشبيحته ما مدركين هذا الموضوع. أنت مجرد جلوسك وزير خارجيتك مع أي وزير إسرائيلي هذا يعتبر اعتراف رسمي أمام العالم كلياته. طيب سؤال آخر يطرح نفسه، لماذا المبعوث الأمريكي موجود بكل صفقة كانت سياسية أو اقتصادية مع الحكومة السورية، لدرجة أنه يمكن يروح مع أحمد الشرع على التواليت كمان؟ انتم شايفينه، فرنسا موجود، في باكو موجود، في الاتفاقات الاقتصادية اللي بتصير قطر والشركات الوهمية كلها موجود بكل مكان. شو المعنى من هذا الوجود الدائم له؟ هل سوريا دولة ذات سيادة ولها القدرة السياسية السيادية أنه هي تتفاوض لوحدها مع دول العالم؟ لكن ليش يكون الأمريكي رجله على رجله؟ الحكومة السورية وأحمد الشرع تحت الوصاية الأمريكية حقيقة، مو هو اللي بيحكم. بيحكم طرفين، اللي بيحكم هو المندوب السامي توماس باراك، واللي بيحكم جماعة تنظيم القاعدة الراديكاليين من الطرف الآخر، وصراع ما بين أحمد الشرع اللي بيدعمه المندوب السامي الأمريكي وأبو محمد الجولاني اللي هو مدعوم من الحركات الراديكالية وعلى رأسهم تنظيم القاعدة. وهذا الصراع اللي صاير داخل سوريا سياسيا عم بيخسر أبو محمد الجولاني، سياسيا عم بيخسر على المستوى الدولي، وعسكريا وسيطر على مؤسسات الدولة عم ينتصر أبو محمد الجولاني. فبنشوف نحن بكل مؤسسة هناك شيخ، كل مؤسسة موجودة وبكل مكان موجود هناك شيخ، وبدك تروح تعمل أي معاملة بيقول لك بدك تراجع الشيخ بس لا تنسى الظرف، لا تنسى الظرف الأبيض معك. مش قد ما كان حجم الظرف كبير الشيخ راح يمشي لك شغلك أسرع. فالدولة السورية الآن ومؤسساتها تحولت إلى مؤسسات الشيوخ، عامل دولة شرعية 7 أيام 10 أيام ما بعرف شهر،
وبيجي بيستلم، بيكون أمين الخزنة تبع تلك المؤسسة اللي موجودة، وفي مدير عام وفي كذا وهاي كلها، بس هذا كله شكل لازم يراجع الشيخ. وأهم شيء ما ينسى الظرف، وعلى قد ما يكون الظرف كبير شغله راح يمشي أسرع. وهذا هو اللي حصل في سوريا الآن. هذا هو اللي حاصل في سوريا الآن، وصفقات وهمية وكذا، وكله تخدير وبنش لمين؟ لجماعة اللي بدهم يحكموا بشرع الله. هذا كله اللي بيصير صفقات وقطر وكذا وكهرباء وغاز وما بعرف ايش وكذا وإعادة أعمار وشركات وهمية واتفاقات ومذكرات تفاهم اقتصادية. هذا كله أوبر بنش للجهاديين وللشعب السوري بشكل عام كمان. هذا الموضوع لحتى تستوي الطبخة وتكتمل المشاريع اللي بيخططوا لها وراسمين لها لسوريا. برجع بكرر، مشروع الساحل قائم، ورح نشوف الفترة القادمة رح يتم تفعيل ملفات الانتهاكات اللي حصلت في الساحل، ونشوف قوى دولية رح تتحرك في الساحل، ورح تكون في مفاجآت. طبعا هناك جيش يحضر في قاعدة حميميم، وقسم آخر يحضر من قبل الروس أيضا في شرق الفرات. بدي أقولها بشكل صريح وواضح، وكل العالم صارت تعرف هذا الموضوع. وهذا راح يكون البديل للأمن العار اللي راح يخرجوه بعد فترة ويعمل عليه الروس. فقط عندما تبدأ بوادر حل القضية مع أوكرانيا راح نشوف الروس يشمروا على سواعدهم في منطقتين، واحدة منها سوريا، والساعدة الأخرى في أذربيجان، دول القفقاز هناك. وراح تبلش قوة الروس تظهر بشكل علني لمنع كل معابر الاقتصادية اللي هي ضد مصالح الروس، واللي اضطرت الروس بغض النظر عن كثير من المواضيع اللي حصلت بسبب انشغالها بالحرب الأوكرانية ووسط أفريقيا. وعم نشوف التحركات الروسية الآن على الأراضي السورية بشكل كبير جدا، ما بين شرق الفرات وقاعدة حميميم وميناء طرطوس. طبعا كل يوم في جرائم، في قتل، في اغتصاب، في خطف نساء. يعني الأخوة من الطائفة العلوية دفعوا ثمن غالي جدا حقيقة، لكن هذا الثمن ما راح يكون أبدا بلاش بالفترة القادمة. ما راح يكون ببلاش، لكن هو ثمن غالي جدا حقيقة. وهي نتيجة أخطاء فكرية أيضا كانت حاصلة عندهم من وقت النظام. النظام حقيقة ظلم الطائفة العلوية بشكل كبير، وأساسا هو ما من الطائفة العلوية وإجت سيد عليهم واستغلهم بشكل كبير. ويعرفوا إخواننا العلويين أنه عائلة الأسد بالأساس ما من الطائفة العلوية، وإجوا وسكنوا في منطقة الساحل وما بين الأخوة العلويين وصاروا منهم. لكن حقيقة الأمر هم ما بيهمهم حتى الطائفة العلوية لو ضحوا فيها كلياتهم، وهذا اللي حصل حقيقة. لكن في المستقبل القريب راح نشوف التغيرات اللي راح تحصل، وتدول كل القضايا اللي حصلت. هناك كوارث قادمة لسوريا حقيقة بقول لكم إياها، إن لم تكن كوارث عسكرية فهي كوارث سياسية أيضا. وهذا كلياته تحدثت عنه امبارح، أنه لا يجب قبل أن يقوموا بأي مشروع يزيد من الكراهية ما بين الطوائف والقوميات اللي موجودة في سوريا لحتى تنفصل عن بعضها
بشكل نهائي. يعني هلا كل الأخوة العلويين لا يمكن أن يتقبلوا فكرة أنه نرجع نعيش كلياتنا مع بعض، أو على الأقل يعيشوا مع الراديكاليين اللي موجودين في الحكم الآن. مستحيل، لن يقبل بأي شكل من الأشكال. وهذا شو اللي السبب اللي وصل. طيب لنرجع، لو لم يقوموا بمجازر الساحل وكذا، ما أعتقد كان في علوي يفكر بفكرة إقليم أو حتى دولة منفصلة أو أي شيء بعيد عن سوريا. وممكن كان يحارب من أجل وحدة سوريا. ونفس الشيء دروس، ونفس الشيء الدروس في العمليات اللي حصلت هي عمليات ممنهجة ومدروسة بشكل كبير جدا، وقاموا بها لحتى إيش؟ يزيدوا الشرخ ما بين الطوائف، أو يفتعلوا شرخ كبير جدا ما بين الطوائف والقوميات اللي موجودة في سوريا لحتى يستطيعوا فصلها عن بعضها البعض. وهذا ما سميناه نحن البافر ستيت. وهذا راح يتطبق على الشرق الأوسط كلياته، ليس فقط على سوريا. لكن نحن هلا كونه عم بيشتغلوا عليه في سوريا نتحدث عن سوريا. لذلك ما بنستبعد أي هجوم على شرق الفرات أيضا. ليش؟ مشان يكرس حارة الشرخ أكثر، لأنه إلى الآن في مين بالإدارة الذاتية بينده بسوريا الموحدة والدفاع عن سوريا، وشوف حاله سوري أكثر من التنظيمات الراديكالية. فيحتاج الموضوع أيضا افتعال حرب مع شرق الفرات، وحصول مجازر أيضا هناك لحتى يعملوا شرخ ما بين شرق الفرات وغرب الفرات أيضا. وهنا أيضا بده يصير تدخل دولي، بدها تدخل الولايات المتحدة الأمريكية ويتدخل فرنسا، وبدنا نحمي الأكراد. وصفنا التصريحات اللي بتحصل الآن وتخرج من القادة الأمريكيين، وخصوصا نائب الرئيس الأمريكي قال لك لن نسمح بمجزرة جديدة في سوريا في شرق الفرات. هذا ماذا يعني؟ يعني راح يحصل شيء، وراح يفتعلوا شيء جديد. شلون شكله؟ كيف؟ راح نشوف شلون راح يكون شكله في الأيام أو الفترة القادمة. نعم. ليش؟ لن نسمح بتقسيم سوريا. ليش بيقولوا هذا التصريح؟ لا أفهمكم التصريحات السياسية شو معناها. يعني سوريا راح تتقسم. لن نسمح بحصول حرب في سوريا، معناته هناك في حرب. لن نسمح بمجزرة في سوريا، معناته هناك في مجزرة. فهمتوا التصريحات السياسية دائما ليش يتحدث عن شيء بالأساس ما راح يحدث؟ صح ولا لا؟ ليش أنا بجي بنبه من شيء بالأساس ما راح يحصل؟ فما بجي بقول على شيء مثلا لن نسمح بوحدة سوريا، ما سوريا هي وحدة. ليش أجي أتكلم عنها أنه لن أسمح بوحدتها؟ نفسها تقلبها يعني كتصريح. فإن تحدثوا السياسيين خصوصا الدول العظمى أن أي شيء ممنوع، هذا يعني أنه هذاك راح يحصل هذا الشيء. يعني ما راح نسمح بمجازر، معناته في مجازر راح تحصل فعلا. شقد حجمها، شقد عددها لا نعلم، حسب حاجتهم لها. لن نسمح لسوريا أن تتقسم، إذن سوريا عم تتقسم، فلذلك أنت ما بتسمح أنها تتقسم، أنها عم تتقسم. فهمتوا التصريحات السياسية شلون بتتم؟ مو كل ممنوع مرغوب، لا مو هذا هيك. ما بيصرح على شيء غير موجود. يعني لما تركيا تطلع وبتقول لن نسمح بتقسيم سوريا، إذا هناك مخطط لتقسيم سوريا لحتى تركيا تطلع وتقول هذا التصريح. لو ما في مخطط لتقسيم سوريا ما بيطلعوا يحكوا هذا الكلام. وما بيطلع الأمريكي وبيقول لك لن نسمح بالمجازر. طبعا اللي بيسمع التصريح هنا شو بيرتاح، بيقول لك أوه أمريكا ما راح تسمح أنه يحصل مجازر. لا عزيزي لا ترتاح، معناته أنه في مجزرة راح تجي.
فهمتوا التصريح شلون بيكون؟ لن نسمح بتجزئة سوريا، معناته سوريا راح تتجزأ. طبعا الأمريكان صرحوا بشكل واضح وصريح، قالوا لك نحن ما بيهمنا سوريا بتتجزأ ولا ما تتجزأ، بمعنى الحديث تبعهم ما عندهم أهمية لهذا الموضوع. إذا قرروا يتقسمون ما عندهم مشكلة، لا هم مع ولا هم ضد، اللي بيهمهم مصالحهم. والأغبياء السوركيين والحمقى جماعة بني عو وبني سمية ومطبلين وشبيحة الجولاني مفكرين إنه أمريكا مصلحتها مع أحمد الشرع ووحدة سوريا. هبل. هبل لدرجة شو مصلحتهم مع أحمد الشرع؟ يعني مثلا زي تنظيم القاعدة وأكبر إرهابي كان موجود في العالم، ممكن تفسير لهذا شو المصلحة يعني؟ نشر الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، إقامة شرع الله في أوروبا. أحمد الشرع إلى الآن لم يتحدث عن كلمة ديمقراطية ولا عن دولة برلمانية مثلا ولا أي شيء. فشو مصلحتهم مع أحمد الشرع؟ إذا كانوا بدهم ينشروا الإسلام مثلا أو يقيموا شرع الله في الولايات المتحدة الأمريكية يقدروا ياخذوا لعندهم. يقدروا ياخذوا لعندهم. ما جاءوا بأحمد الشرع إلا ليدمر سوريا، واختاروا اختيار. ليش ما اختاروا الائتلاف الوطني اللي كان موجود وتركيا كانت بتجهزه وتدعمه وماخذينه مثل الغنم لسوشي ولأستانا ولغيرها، وظلوا كتير وبرعاية روسية، لأنه إيش؟ السيد سام الأمريكان هو من يقرر بالنهاية. إجا قال هذول كش وهذول كش، وجاءوا مين؟ أحمد الشرع أو محمد الجولاني زعيم تنظيم القاعدة وأحد أبرز عناصر تنظيم داعش سابقا، وحطوه في السلطة. يعني بدهم واحد مثل هيك لحتى يطبق مخططاتهم. يجيبوا واحد ديمقراطي، يجيبوا واحد ديمقراطي وعلماني ويعمل سوريا ديمقراطية ويعطي حقوق الناس كلياتها ما بيخدموا هذا هيك.